وبتبدأ الحلقة الرابعة من انمي فيلاند ساجا بمشهد اللي احنا انتهينا بيه المرة اللي فاتت في الحلقة الثالثة، وبيكون اللي اسمه ثعبان بينادي على اللي اسمه ثعلب وبيقول له وقف اللي انت بتعمله بعد ما قطع ودن سورفن. وبعد كده هو بيقول له حاضر وبيوقف اللي بيعمله، وبعد كده بيقول له تعالى لهنا، فبيجي ويقوم مديله بالبوكس في وشه. وبعد كده بيسأل كمان اللي كان معاه بيقول له انت كنتوا بتعملوا ايه، اشرح لي انتوا كنتوا بتعملوا ايه. وبعد كده بنروح لمشهد بيكون فيه وهو عمال بياكل وعمال يتكلم ويتأسف اللي اسمه سورفن على اللي هو عملوه فيه. وبعد كده بنشوف وهو رايح يهجم على سورفن بيطلع بس سيفه، بيكتشف هو ليه ما كانش رمش وكده، فلقاه هجم عليه بطريقه غريبه اللي هو سورفن، وهو سورفن ما كانش قصده يهجم كده. بعد كده ثعبان بيقول له ان انت جسمك عايز يعيش مش يموت، فقال له هل اريد ان اعيش، بيسأل نفسه اللي هو سورفن. وبعد كده ثعبان بيقول للناس اللي بيشتغلوا عنده ما تعملوش حاجه زي كده تاني، بيقول لهم علشان لو عملتوا اي حاجه تاني انتوا عارفين ايه اللي هيحصل لكم، مش هتعرفوا تندغوا الطعام حتى مني عشان هعذبكم. بعد كده بينتهي المشهد على كده. وقبل ما نبدا الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وهتلاقي الحلقه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه هتلاقيهم في قائمه التشغيل وهتلاقيهم تحت في الديسكربشن، ودي طبعا اللي هي الرابعه هتلاقيهم معاك تمام، وهتلاقيهم في نهايه الفيديو وهتلاقيهم في علامه الاي. وقبل ما نبدا ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان الحلقه اللي جايه اللي هي الخامسه هتنزل يوم الاثنين الجاي من الساعه 2 ل 4، فما تنساش الاشتراك وتحط لايك او ديسلايك عشان عجبك الفيديو او لا، وتقول لي رايك في كومنت وتقول لي تعليق علشان تشجعني ان استمر، او حتى اني لو عندي اي مشكله في الفيديو تقولها لي علشان احسن من محتوى. ونرجع تاني للانمي مره تانيه، يلا بينا. بعد كده بنروح لمشهد بيكون فيه اللي اسمه باطر اللي هو قال لهم السيد بتاعهم ان باطر دوت هيساعدهم في اي حاجه هم عايزينها منه، عشان دوت خد حريته بنفس الطريقه اللي هم هياخدوا بيها حريتهم. وبعد كده باطر بيبقى بيعالج اللي اسمه سورفن وبيدهن له مرهم وبيحط له ضماد وكده علشان ايه يقدر يخف تمام. وبعد كده بيقول لهم ان هو هيقول للسيد ان ياخدوا راحه النهارده علشان هم تعبانين بسبب اللي حصل معاهم، وقال لهم اي حاجه يحصل لكم من اللي اسمهم ثعلب وكده تعالوا قولوا لي قبل ما تروحوا معاهم. فبعد كده هم بيقولوا له ماشي. وبعد كده بيبقى هو بيضمد جراح سورفن، فبعد كده هو بيقول انا خلاص انتهيت. فبعد كده إنار بيقول لسورفن اشكره وهو ساكت ما بيردش، عمال يقول له قول له شكرا جزيلا لانه اللي عمله معانا الشخص اللي اسمه باطر. فبعد كده باطر بيقول انا عارف ان سورفن قليل الكلام فعادي. وبعد كده بيمشي ويقول لهم عايزين اي حاجه يبقى قولوا لي وانا رايح ابلغ السيد ان انتوا مش هتشتغلوا النهارده علشان انتوا تعبانين. وبعد كده اول ما بيمشي سورفن بيكون ماشي، فإنار بيقول له انت رايح فين؟ باطر قال لنا نستريح النهارده ويبقى نشتغل بكره لان احنا تعبانين. فبيقول له دي مجرد خطوش عاديه انا رايح اشتغل، وقال له انا رايح الغابه، فقال له طب استنى هاجي معاك. بعد كده راحوا يشتغلوا وكان إنار بيسأل سورفن زي انت عملت كده وقت لما ثعبان هجم عليك، فقال له حصل معايا كده عادي. فقال له انت شاركت في الحرب قبل كده ولا لا؟ فقال له شاركت في حروب. فقال له قتلت ناس ولا لا؟ فقال له قتلت. فقال له طب قتلت كام واحد؟ فقال له ليه انت بتسأل ليه؟ انا كنت فاكرك ما بتحبش الحروب. فبعد كده سورفن بيقول له انا قتلت ناس كتيره لدرجه اني مش فاكر عددهم. بعدين قال له انا كنت في الحروب من وانا عندي 5 سنين وكنت مع الدنماركيين وقت لما هجموا على قريتك وكده. إنار زعل فجأة كده وقعد متضايق، وبعد كده انه عملهم وبيروحوا يناموا. وكمان سورفن كان قبل ما يخلصوا عملهم قال له انت اكيد كده زعلت مني، فبعد كده ما بيردش عليه. بنروح لمشهد وهم نايمين وبيكون سورفن بيحلم زي عادته، ويكون إنار بيبقى عايز يقتله علشان ينتقم لعيلته وكده، وبيبقى خلاص بيخنقه وفجأة بيسمعه وهو بيصوت وبيزعق. فبعد كده هو بيرجع عن كلامه إنار مرة تانية وبيشيل ايده من على رقبته، وبعد كده بيصحي من النوم ويكون الحلم اللي هو بيحلم بيه سورفن ان هو بيقتل ناس كتيرة. وفجأة بيصحي من النوم وسورفن بيقعد يقول له انا اسف لو انا كنت شاركت في الحروب وكده، بس انا كنت صغير وقت لما كنت كده كان عندي 5 سنين او 6 سنين، وبعدين انا كانوا يعني جابرين عليا كده، وكمان انت شكرا ان انت صحتني وانت كل مره بتصحيني وبتنقذني من الحلم.
فبعد كده اينار بيقول له على اي حال انت اكيد مش انت اللي قتلت عيلتي فعادي. وبعد كده بتنتهي الحلقة على كده، بس بيظهر مشهد في الاخر بيكون في ناس كده في حلم سورفن مرة تانية او حاجة هنعرفها في الحلقة الجاية، وبينتهي الانمي المرة دي على كده. فقبل ما ننهي الحلقة فطبعا ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، علشان الحلقة وقفت عند حتة مشوقة، ايه اللي هيحصل؟ طب ايه اللي هيجرى؟ مش عارفين. فما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كل ما هنزل حلقة يوم الاثنين الساعة من 2 ل 4 هتلاقيها واصله لك في علامة الجرس لو انت اشتركت فعلت الجرس. وما تنساش لايك او ديسلايك حسب عجبك الفيديو ولا لا، وتقول لي رايك في الكومنت عشان تشجعني، وكمان تقول لي اي تعليق على الفيديو عشان احسن محتواي او كده. واشوفكم فيديو جديد، يلا سلام.